المصري. اتعرف على ابراهيم الرفاعي براعته في ابتكار الاساليب القتاليه الجديده اللي محدش كان بيستخدمها في اي صعقه في العالم. بس البدايه الحقيقيه لابراهيم الرفاعي كانت بعد نكسه 67. الجيش المصري كانت معنوياته تحت الصفر بسبب اللي حصل طبعا، ده غير ان الشعب المصري كان محبط لدرجه مرعبه. كل الناس كانوا محتاجين لحاجه ترفع معنوياتهم وتحسسهم بالثقه اللي فقدوها في قواتهم المسلحه. وهنا القياده السياسيه اتخذت قرار بتكوين مجموعه قتاليه علشان تقوم بمهام خطيره خلف خطوط العدو في قلب سيناء اللي بقت للاسف في ايد الصهاينه كلها، وان المجموعه اللي اختاروها دي لازم تقوم بمهمات مستحيله علشان ترفع الروح المعنويه للكل. يعني بالبلدي كده هيقوموا بعمليات استشهاديه، يا يرجعوا يا ما يرجعوش. علشان كده المجموعه دي كان لازم يكون قلبها ميت. وطبعا تم اختيار ابراهيم الرفاعي اللي اجمع عليه الكل ليكون قائد لهذه المجموعه. بدا ابراهيم الرفاعي في تجميع فرقته، وفعلا اختار 39 وحش ما يقلوش وطنيه وقوه وحب لمصر عن ابراهيم الرفاعي نفسه، واطلق على مجموعته دي المجموعه 39 قتال. وبدات اول مهمه وكلت لابراهيم الرفاعي ومجموعته. كان لينا في سينا اكبر مخزن للسلاح والذخيره، والمخزن ده لو وقع في ايد الصهاينه هتبقى مصيبه. وكان التكليف لابراهيم الرفاعي تدمير مخزن السلاح والذخيره اللي في قلب سينا. حط ابراهيم الرفاعي الخطه، اتخفت المجموعه في زي بدو، ولقى ابراهيم الرفاعي ان في قطر بينقل الجنود وضباط صهاينه واسلحه من رفح لحدود القناه، والقطر ده بيعدي من قدام مخزن السلاح والذخيره. فيلغم ابراهيم الرفاعي وفرقته القطر بالكامل، وبمجرد ما يعدي القطر من قدام المخزن ينفجر القطر، وطبعا لقوه انفجاره ينفجر مخزن السلاح والذخيره، وتتزلزل سينا بالكامل على اصوات الانفجارات اللي حصلت، لدرجه ان اليهود نفسهم اترعبوا طبعا من اصوات الانفجارات دي والنار الرهيبه اللي شافوها بعينيهم اللي استمرت 3 ايام كاملين. وبدات تتوالى العمليات لابراهيم الرفاعي وفرقته، وبالرغم من الحراسه المشدده اللي كانت الصهاينه عاملاها ليل ونهار الا انه كان بيدخل وبيخرج بمنتهى السهوله والبساطه. وطبعا مع كل عمليه كان بيعملها ابراهيم الرفاعي وفرقته كانت بتترفع الروح المعنويه للجيش المصري، ده غير ان الشعب بدا هو كمان يحس ان الحق ممكن يرجع. اما بقى عند الصهاينه فبدا الرعب فعلا يملا قلوبهم من اللي بيشوفوه وبيسمعوه، واتشهرت فرقه ابراهيم الرفاعي في الجيش المصري كله، وبدا كل الجنود والضباط ان هم يتهافتوا على الانضمام ليها. وده اللي خلى القياده العسكريه تاخد قرار بامداد ابراهيم الرفاعي بافضل عناصر الصعقه البحريه والبريه. وفعلا ابراهيم الرفاعي اختار افضل العناصر بنفسه وضمهم كلهم لمجموعه 39 قتال اللي مرضيش يغير اسمها، واختار للمجموعه دي شعار راس النمر. والشعار ده كان شعار اللي اختاره البطل الكبير احمد عبد العزيز في حربه في فلسطين. وتيجي الصهاينه اللي كانوا خلاص ابتدوا يحسوا فعلا بان عمليات ابراهيم الرفاعي وفرقته بدات ترعب جنودهم، وانهم فعلا ما بقوش بيناموا بالليل من الخوف منه. فبدا الصهاينه يلعبوا على نغمه الاعلام المصري الكذاب ويكذبوا الاخبار اللي بتعلن عنها مصر كل شويه. وراحوا جايبين شاب عندهم عامل زي ضرفه الباب كان بطل مصارعه كبير في الجيش الاسرائيلي ومشهور في اسرائيل كلها، وطلعوه في كل جرايدهم ووسائل اعلامهم وقالوا ان كل جنودنا داني شمعون وكلهم نفس قطعية داني شمعون. وهنا ابراهيم الرفاعي اللي كان بيتابع كل اخبارهم وجرايدهم ضحك كده وبص لرجالته، راحوا هم كمان ضحكين له. وبعد 24 ساعة اعلنت الجرايد المصرية عن اسر داني شمعون من قلب سينا عن طريق ابراهيم الرفاعي ورجالته. لا وكمان طالعين واقفين جنبه وهم ملبسينه البيجامه. طبعا الرعب زاد في اسرائيل بقى المرة دي بصورة أفظع، والأوهام اللي كانت الصهاينة بتنفيها بقت خلاص حقيقة مرعبة. وفي سنة 68 إسرائيل اشترت صواريخ أرض وكان هدفها الرئيسي إفشال أي مخطط مصري للهجوم على موقعهم، وإن الصواريخ دي بتتبع أي حد متسلل وبتقضي عليه في الحال. وهنا اجتمع الفريق عبد المنعم رياض اللي كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية اللي استدعى إبراهيم الرفاعي وقال له يا إبراهيم إحنا محتاجين صاروخ من الصواريخ دي ضروري بأي شكل وبأي ثمن علشان ندرس تأثيره على الأفراد والمعدات. رد عليه إبراهيم الرفاعي وقال له علم وينفذ يا فندم. واختار إبراهيم الرفاعي مجموعته ورسم الخطة، وأول ما جه الليل عدوا القناة عوم، وبعد 6 ساعات رجعوا وشايلين 3 صواريخ في ملحمة عايزة لها حلقة لوحدها. ولما رجع راح للفريق عبد المنعم رياض بال3 صواريخ
الفريق عبد المنعم رياض ضحك وقال له مش انا طلبت منك صاروخ واحد بس يا ابراهيم، جايب لي 3 ليه؟ رد وقال له يمكن نمتحن فيهم قريب يا فندم، فقلت اجيب بزياده علشان المراجعه النهائيه. طبعا اتقلبت اسرائيل حرفيا، واطلق الصهاينه على ابراهيم الرفاعي ومجموعته مجموعه الاشباح، وتم عزل قائد كتيبه الصواريخ الصهيونيه، ووضع حراسه جديده على جميع مخازن الصواريخ والذخيره الصهيونيه. بس بعد ايه؟ وتيجي 8 مارس 69 والفريق عبد المنعم رياض كان بيزور الجبهه المصريه، والنقطه اللي كان بيزورها كانت للاسف قريبه جدا من موقع الصهاينه اللي حسوا بوجوده بالقرب منهم، وفتحوا المدفعيه الثقيله بتاعتهم على الموقع المصري، الامر اللي ادى لاستشهاد الفريق البطل عبد المنعم رياض. وطبعا اتقلبت الدنيا في مصر، وكان لازم لعمليه رد الاعتبار واخذ حقه، وبناء عليه تم تكليف البطل ابراهيم الرفاعي بان ياخد بطاره ويرد حق. ابراهيم الرفاعي حط الخطه بتاعته علشان يقتحم نفس النقطه اللي اطلقت المدفعيه بتاعتها على الشهيد عبد المنعم رياض، والنقطه دي كان اسمها لسان التمساح، ودي كانت من اخطر واقوى النقط للجيش الصهيوني. واختار اليوم ال40 لاستشهاد الفريق عبد المنعم رياض علشان ياخد بطاره، وامر مجموعته ان هم ياخدوا بطاره مش بالرصاص، لا هيبقى بالذبح بالخناجر. لازم كل واحد في الصهاينه يشوف الموت بعينه، والقتال يبقى من راجل لراجل. وفعلا يطلع البطل ابراهيم الرفاعي ومجموعته على الموقع، وابادوا كل اللي في الموقع بالكامل. صريخ الصهاينه كان بيرج المكان من خوفهم ورعبهم من الرفاعي ورجالته، ودمر ابراهيم الرفاعي الموقع بالكامل، لدرجه ان من مذكرات احد القاده الصهاينه قال عن العمليه دي اننا لما كنا بنسمع باللاسلكي صريخ جنودنا في لسان التمساح كنا فاكرين ان في عفاريت واشباح طلعت لهم، لان الصريخ كان غير طبيعي. العمليه دي وصفتها اسرائيل بانها ابشع عمليه تعرضوا لها، للدرجه اللي خلت اسرائيل تقدم احتجاج رسمي للامم المتحده، وقالوا ان الجيش المصري اخترق اتفاقيه روجرز بوقف اطلاق النار. وهنا الجيش الاسرائيلي عرف اسم ابراهيم الرفاعي. قيادات الجيش المصري بالاتفاق مع ابراهيم الرفاعي عملوا حيله في منتهى الذكاء، اعلنوا ان المجموعه 39 قتال ليس لهم علاقه بالجيش المصري من الان، واعلنوا تسريحهم من القوات المسلحه، وبالتالي في اي عمليه هيقوموا بيها مش هيبقى ليها اي رد رسمي من الجيش المصري. وبالفعل تم نزع الرتب منهم والاعلان رسميا انهم اصبحوا مدنيين خارج القوات المسلحه. وطبعا ابراهيم الرفاعي غير اسم المجموعه من 39 قتال الى منظمه سيناء، وفتح الباب على مصراعي الفدائيين المدنيين من السويس واسماعيليه وبورسعيد، ده غير اهل سيناء الشرفاء المخلصين اللي طول عمرهم بيعشقوا تراب بلدهم، وبقوا بينفذوا عمليات اخطر واوسع دون ادنى مسؤوليه على الجيش المصري وبمساعده الجيش المصري. وفي اغسطس 69 تم تكليف ابراهيم الرفاعي بعمليه في منتهى الخطوره اتسمت باسم الكرنتينا، وده كان رصيف حربي اسرائيلي موقعه في منتهى الخطوره، كان بيمد السفن الحربيه الاسرائيليه بالوقود والمعدات. والعمليه دي كانت من اخطر العمليات اللي قام بيها ابراهيم الرفاعي ورجالته، واللي بينت قد ايه كان فعلا ابراهيم الرفاعي قلبه ميت. تم تلغيم الرصيف بالكامل، وكان الاتفاق ان المجموعه كلها بعد ما تلغم الرصيف بالكامل ترجع عوم وتستنى على بعد 500 متر علشان يشوفوا بعينيهم ويفرحوا قلبهم بلحظه الانفجار ويصوروها. ووقت الانفجار انفجر الرصيف بس مش كله، اتبقى منه جزء ما انفجرش وبالتالي ما اتدمرش. ابراهيم الرفاعي امر بان الكل يرجع، وهو هيرجع لوحده يفجر الجزء اللي ما اتفجرش بنفسه. وطبعا كل فرقته اعترضت لانها كانت مخاطره رهيبه، وخصوصا ان الانفجارات بتعمل للصهاينه هيجان غير طبيعي، لكنه اصر وكانت كلمته واحده، وراح رايح تاني لوحده ولغم الجزء اللي ما كانش لسه انفجر ورجع، ولا كان فارق معاه حاجه. وبمجرد ما ينفجر الجزء يفرح ابراهيم الرفاعي وفرقته اللي اطلقوا عليه من اليوم ده لفظ ابونا. وفي 5 اكتوبر 73 يطلب من الرفاعي ومجموعته تدمير ابار البترول في منطقه بلاعيم اللي في شرق القناه عشان العدو ما يستفدش من ابار البترول دي اثناء الحرب. وفعلا تم نقل المجموعه في 3 طيارات هليكوبتر ودمروا ابار البترول هناك بالكامل، وتقوم حرب اكتوبر وتنتصر مصر انتصارها المذهل. وفي وسط الانتصار يظهر موضوع الثغرة، واللي ما شافش حلقة الثغرة يدخل يشوفها بالتفصيل. وتيجي معلومة لإسرائيل من طيارة استطلاع أمريكية إن في ثغرة في منطقة الدفرسوار غير مؤمنة من الجيش المصري، وإسرائيل راحت داخلة عن طريقها وكانت بتقاتل باستماتة لأنها كانت عشمانة في تحقيق أي نصر والسلام، وراحوا عاملين كوبري مائي علشان تمر من عليه
جنودهم ودباباتهم ومدرعاتهم. وهنا يتصل الرئيس السادات شخصيا بابراهيم الرفاعي ورجالته وكلفه بسرعه تدمير الكوبري مهما كان الثمن. ويوصل ابراهيم الرفاعي ورجالته لمنطقه الدفرسوار ويلاقي الصهاينه متمركزين كويس جدا، فيقرر انه يقسم رجالته ل3 مجموعات، وطلب منهم ان هم يفطروا علشان كانوا في رمضان صايمين، وقال لهم يا رجاله احنا هنموت بس يا رجاله قبل ما نموت خلينا نوري لهم نار جهنم على الارض، وخلوا اللي هنعمله فيهم هنا حكايه يحكوها اولادنا علشان يعرفوا احنا عملنا ايه للبلد دي، اصل دمنا مش هيبقى ببلاش. وفتح ابراهيم ورجالته النار عليهم وكأن طاقة جهنم واتفتحت عليهم في الارض. كان الصهاينة بيلاقوا البطل من دول بيهجم على الدبابة بطوله ومش خايف من اي حاجة، للدرجة اللي خلت شارون اللي كان قائد لواء الدبابات في الدفرسوار لما لقى ان في اكتر من 5 دبابات اسرائيليه انفجروا واتدمروا بعناصر بشريه بحته، اتاكد ان ابراهيم الرفاعي وفرقته وصلوا له، وما كان من شارون الا الرعب والانسحاب، وده السبب اللي خلى شارون يتحاكم بعد كده. المهم ان اليهود لقوا ان القتال اشتعل بصوره مرعبه، والصهاينه بداوا كلهم يتاكدوا ان اكيد ابراهيم الرفاعي ورجالته هم اللي ورا كل ده. ويجي قائد من قوات الصهاينه في انفجار من الانفجارات اللي كانت بتستمر طول الليل وفي ضي النار يلاقي واحد قدامه واقف وحواليه 3 أجهزة لاسلكي ولابس بيادة حمراء في رجليه. ابراهيم الرفاعي كان مشهور جدا بالبيادة الحمراء اللي كان بيميز نفسه بيها عن كل افراد مجموعته، وضي النار دون كشف مكانه للصهاينة بوضوح، فتأكد الصهاينة ان ده اكيد ابراهيم الرفاعي، وامروا النيران المدفعية بالضرب بالكامل في اتجاه ابراهيم الرفاعي، وطبعا انفجرت للاسف دانة مدفع جنبه، واتصاب ابراهيم الرفاعي باصابه خطيره في صدره، وفرقته تعمل ملحمه بكل ما تحتوي الكلمه من معنى علشان يشدوا ابراهيم الرفاعي وما يقعش في ايد الصهاينه. وفعلا قدر زمايله ياخدوه ويطلعوا بيه باقصى سرعه على مستشفى الجلاء في اسماعيليه. الدكتور طبعا لما شافه طلب منهم ان هم يودعوه. بطل منهم بيحكي بنفسه وبيقول دخلنا عليه عشان نودعه وكان خلاص فعلا بيموت، بوسناه من راسه، ابتسم لنا وشاور لنا بعلامة النصر. حاولنا ان احنا نسقيه ميه رفض وقال لهم انا صايم وافطاري عند ربنا. ويستشهد امير الشهداء البطل ابراهيم الرفاعي يوم الجمعة 27 رمضان الموافق 23 اكتوبر 73 بعد ما حقق ملحمة قدر ان هو يرجع بيها الجزء اللي كانت اسرائيل عايزة تخش من خلاله ارض مصر تاني. وفي 24 اكتوبر يعلن وقف اطلاق النار وانتهاء الحرب بانتصار مصري وبداية مرحلة المفاوضات. ياما في ابطال ضحوا بارواحهم علشان احنا نعيش، وقصصهم لازم الكل يعرفها لان فعلا عمر ما دمهم هيكون رخيص ابدا. ياما جيب بلدنا دي الناس عملوا بطولات لو اتحكت محدش هيصدقها ابدا، فيهم اللي عرفناهم وفيهم اللي ما نعرفهمش، بس اكيد هم عند ربنا دلوقتي نفسهم ان احنا نعرف ربنا جزاهم بايه. ابراهيم الرفاعي عاش ومات وكان عنده 42 سنة بس سطر فيهم تاريخ هيعيش مئات السنين، وعمره بقى اطول من ملايين عاشوا 70 و80 و90 سنة وما كانش ليهم اي لازمة في الدنيا. عمرك مش بعشت كام سنة، عمرك بعملت ايه في السنين اللي عشتها. علموا ولادكم ان بلدنا كان عايش على ارضها في يوم ابراهيم الرفاعي، عرفوهم يعني ايه اسطورة ومين هو الاسطورة. اشباه الرجال الموجودين حاليا ومسمين للاسف نفسهم اساطير، نفسي اشوف عيونهم لما يعرفوا حكاية العظيم ابراهيم الرفاعي. عرفوا ولادكم ان اللي عاش على تراب البلد دي ومات علشان ترابها هو ده الاسطوره. عرفوا ولادكم ان ابراهيم الرفاعي ورجالته اللي جايز مش كلنا نعرف اسمائهم حفروا بدمهم حريه البلد دي. عرفوا ولادكم ان عدونا مش عايز يشوف فينا ابراهيم رفاعي جديد، عدونا عايز يغير معنى الاسطوره اللي رعبهم، عدونا عايز بقى اساطير ترقص وتقلع وتسكر وتطبع معاهم. اعرفوا كويس ان ابراهيم الرفاعي وفرقته عاشوا وماتوا علشان كانوا بيحبوا مصر وبقوا اعظم واجمل حكايه كان ليها اصل.